تخيل معايا ان دماغك زي مصنع كبير اشتغل 24 ساعة، بس النوم هو فترة الصيانة اللي المصنع بيوقف فيها نفسه عشان ينظم مخازنه وينظف اللي هو مش عايزه. لو المصنع ده بقى ما خدش فترة صيانة كافية ممكن انتاجه يقل ويبدأ يعطل. عارف ان ده اللي بيحصل لو ما نمتش كويس؟ دي ابسود رقم 9 من سلسلة العلم بيقول ايه، كل تلات الساعة 3. اول حاجة لازم نعرفها في فيديو النهاردة ان النوم مش لحظة استرخاء والسلام، نظام بيشتغل من جوه، دماغك وجسمك بيصلحوا نفسهم، كمان بينضفوا الفضلات السامة اللي بتتراكم اثناء اليوم. النظام ده اسمه جلايمفاتيك سيستم، بيشتغل في الدماغ اثناء النوم العميق وبيشبه نظام تصريف النفايات في المدينه. الدراسات الجديده اثبتت ان قله النوم بتقلل من فعاليه النظام ده بيخلي تراكم البروتينات السامه تزيد زي البيتا اميلويد بروتين اللي مرتبطين بمرض الزهايمر. النوم بقى بيخلي الخلايا العصبيه ترتاح وتعيد تنظيم نفسها من اول وجديد. عندنا حاجه اسمها الريم سليم، الدماغ فيه بيعالج الذكريات وبيربط بينها، ده بيساعدنا نتعلم ونحتفظ بالمعلومه. طبعا لو ما اخدناش كفايتنا من نوم الريم الذاكرة بتضعف، التركيز بيقل، كمان قلة النوم بتأثر على مادة كيميائية مهمة اسمها الأدينوزين اللي بيزيد تراكمها في الدماغ طول النهار عشان تخليك تحس بالتعب، والنوم بيقلل منها عشان تزود النشاط تاني والجسم. أما بقى من ناحية الهرمونات، لما ما تنامش كويس هرمون الكورتيزون بيرتفع وبيعلى، هرمون التوتر اللي بيأثر بالسلب على صحتك النفسية والجسدية وبيقلل المناعة. النوم الكافي كمان بيوزن ما بين هرمون الجريلين اللي مسؤول عن فتح الشهية وهرمون اللاكتين المسؤول عن تقليل الشهية. قلة النوم بتخليك تاكل أكتر وتزود وزنك. النوم بيحسن التواصل في الدماغ عن طريق الشبكات العصبية، ده يخلي تفكيرك أسرع وكمان أدق. كمان جسمك بيتأثر بشكل كبير جدا، ضغط الدم بيزيد لو ما نمتش كويس، ده بيزود خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية. في دراسة اتعملت في 2023 باحثين اكتشفوا إن حتى لو نوم ليلة واحدة بس قصيرة ممكن يأثر على التعبير الجيني في الدماغ في مراكز الذاكرة والانتباه. عشان كده النوم مش رفاهية، ده نظام بيحمي صحتك الجسدية والنفسية، لو أهملته جسم بيبدأ ينهار تدريجي. النوم مش مجرد وقت للراحة، وقت للدماغ والجسم عشان يصلحوا نفسه. وعشان تعيش حياة صحية وتركيزك يكون في أعلى مستوياته، كرم نومك وخليه أولوية. خليك فاكر، خطوة جديدة درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.